اترك هذا التفاصيل الأخرى اضطرارا لمقتل الزهراء صلوات الله عليه. لما قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله عدوا إلى دار ابنته فاطمة. قبل ذلك ماذا صنع أبو بكر؟ بعث إلى وكيل فاطمة فأخرجه وطرده من فدك. وأنا قلت أيها الأحبة لا تتأذوا لا تحزنوا، أصلا فدك هذه فدك مصيدة من السماء لأبي بكر وعمر، قلت لكم ذلك، مصيدة من السماء، بس مصيدة محترمة جدا، مصيدة على عظمة فدك طبعا، مصيدة أعيدها لو ما أعيدها، فدك مصيدة لأبي بكر وعمر من السماء ومن رسول الله، لأن أرض فدك فما أوجفتم عليه وهي للقائد خالصة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بالصلح أخذها النبي صلى الله عليه وآله. بعد ذلك هبط جبرائيل صلوات الله عليه بهذه الآية فأنحلها فدكا، فأنحل رسول الله فاطمة فدكا وآت ذا القربى حقه. فهي عند فاطمة نحلة طالبت بها، مرة بعنوان النحلة ومرة بعنوان الإرث. وعرفتم ماذا قال هذا الزليم الدجال الكاذب؟ طبعا الزهراء اتهمت أبا بكر بالكذب وأبو بكر اتهمها كذلك، مع أنه زعم وقال أنت صادق. عجيبة، تناقض عجيب، إلا أني سمعت أباك. وأسفي على هؤلاء المخالفين الذين يتبعون أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين. وخرجت صلوات الله عليها إلى المسجد في لمة من حفدتها وخطبت هذه الخطبة العظيمة. ماذا قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لأبي بكر؟ قال: إذا جاء أعرابي وزعم وادعى على الزهراء ما كنت صانعا؟ قال: كنت أقيم عليها الحد كسائر نساء المسلمين. شنو رأيك؟ هذا اللي أقول لك مصيدة، هنا هم صادق أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قال: كنت بذلك كافرا؟ قال: ولم؟ أمير المؤمنين يقول: أنت كافر؟ قال: ولم؟ قال: لأنك كذبت الله تعالى الذي شهد لفاطمة بالتطهير وصدقت أعرابيا يبول على عقبيه. عرفتم الصورة؟ ماذا نصنع يا جماعة؟ لو قضى الإنسان من الحزن لهذا ما كان عندنا ملوما. على كل، أوصى النبي وقال قائلهم: قد ظل يهجر سيد البشر ورأى أبا بكر أصابه ولم يهجر وقد أوصى إلى عمر. عجيبة، مع أنه أنا أعتقد يمكن أن لا يكون أوصى، أنا مو بالضرورة. وعثمان جلس وأغمي على أبي بكر، كتب عثمان عمر بزعمهم. أنا عندي هذه الرواية مو صحيح، مع أنه عمر يتهم بقتل أبي بكر. هل تعلمون ذلك؟ أول المتهمين بقتل أبي بكر عمر، وعندهم في مصادرهم إشارات إلى مثل هذا. وكان عمر يسمي أبا بكر ضئيلتين، يقول: ويلي على ضئيلتين، ويعتبره أحسد الناس لعمر، وهكذا. على كل